ازاي اكسب ثقه الزبون في متجري وفي منتجاتي وانا لسه بادئ محدش سمع عني، مع ان في متاجر تانية شغاله من فتره وعندهم الخبره والسمعه الكويسه بين الزباين. وانا في الفيديو ده هشارككم الاجابه اللي قلتها له، وهقول لكم بالظبط ايه النقط اللي تقدر تعملها تطمن بيها الزبون بتاعك وهو بيشتري من متجرك، وخصوصا واحنا في عصر التجاره الالكترونيه والمعاملات الاونلاين اللي بيكون فيها كتير من الشك وعدم الثقه. عشان تكسب المصداقيه، ودي واحده من اهم اساسيات التسويق عشان تقدر تبيع للناس، لان من غير مصداقيه انت مش هتقدر تبيع اي حاجه. انا لو فقدت الثقه في البايع مهما كان انا عايز المنتج مش هشتري. فالثقه عامل مهم جدا عشان اتخذ قرار الشراء. وعشان تخلي الناس تبني ثقه في متجرك الالكتروني، اول حاجه ما تشيلش هم المتاجر الكبيره والمتاجر اللي بدات قبلك، لان ناس كتيره اصحاب متاجر بتقعد تقول ما في امازون ونون ومتاجر كبيره جدا بتبيع نفس المنتج، ايه اللي يخلي الناس تشتري مني؟ في حاجات كتيره جدا هتخلي الناس يشتروا منك برضو زي ما بيشتروا من امازون وخلافه، وفي ناس ممكن تخلي الناس تشتري منك انت وما تشتريش اصلا من امازون. وعلشان انا ابني الثقه واخليه يشتري مني، اول حاجه انا محتاج يكون عندي براند ايدنتيتي، هويه بصريه واضحه وباينه للمتجر. ما ينفعش يكون المتجر بتاعي عشوائي في الالوان والهويه، مفيش خط واضح، الدنيا ملخبطه كده وعشوائيه. فين هويتك البصريه؟ ما ينفعش. كتير بدخل على متاجر الكترونيه بحس اني داخل سوق عشوائي، كاني دخلت على صفحه سبام مثلا او ناس بحسهم نصابين. فانك يكون عندك شعار وهويه والوان وشكل منظم باين للمتجر موضوع مهم جدا، وده لوحده هيبني الثقه. تاني نقطه، ممكن المتجر بتاعك تسجله في الدوله اللي انت فيها. في كل دوله جهه مختصه لتسجيل الشركات. لما يكون عندك سجل تجاري وتحطه على متجرك وكانك بتقول للعميل ده رقم السجل التجاري الخاص بينا، ما تخافش، لان ده هيديله شعور ان حقه مضمون. ثالث نقطه، وصف المنتجات. لما يدخل على منتجك ويلاقي وصف دقيق للمنتج وكل شيء عن المنتج مكتوب بدون وعود خادعه مع زرار كول تو اكشن، ده بيحفزه بشكل اكبر انه يشتري. رابع نقطه، توفر وسائل الدفع وخصوصا الدفع عند الاستلام. وسيله الدفع عند الاستلام بتبني ثقه كبيره جدا عند الناس خصوصا في البدايات، فلازم يكون الاوبشن ده متوفر عندك بشكل كويس، ولازم تكون انت مأمن نفسك في هذا الامر. خامس نقطه، الضمانات، وده هقسمه لجزئين. واحد، انه العميل عنده امكانيه انه يعين قبل الاستلام. ده موضوع عن تجارب كتير جدا بيخلي العميل يرتاح ويضيع عنده اي شكوك ويخليه ياخد قرار الشراء بسرعه كبيره. وكانك بتقول له ما تخافش، انت مش هتدفع فلوس غير لما تتاكد ان المنتج اللي رايح لك نفس المواصفات اللي قريتها على متجري. الجزء الثاني هو ضمان الاستبدال والاسترجاع لاي فتره زمنيه، اسبوع مثلا او اسبوعين. لو المنتج ده فيه مشكله انت معاك ضمان تقدر ترجعه وتستعيد فلوسك، وخصوصا للمنتجات اللي العميل بيحتاج انه يشوفها ويلمسها قبل ما يشتريها، زي الملابس والعطور. الضمانات دي لازم تكون قويه وواضحه تحت وصف المنتجات وتكون بلون مميز. سادس حاجه، وده من اهم الحاجات للعلم، انك تسجل تجارب العملاء السابقين الناجحه، تسجلها على الموقع او على صفحتك، تسجلها على هيئه فيديوهات مصوره او ريفيوهات مثلا على الصفحه او في تعليقات مثلا على بوست او منشور معين. ده برضو من الحاجات المهمه جدا. كل الضمانات دي هتخليك تبني ثقه مع العميل بتاعك، وهتخليه دايما يقول او هتخليه يقول تمام انا ممكن اجربه واشتري منه. شكرا، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله في اجواء جويه افضل من كده.